السلام عليكم، شلونكم حبيباتي بنات؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بخير وصحة وسلامة وعافية. أتمنى يا رب تكونون كلكم بخير وأنتم تشوفون فيديو اليوم الفيديو مختلف عن بقية الفيديوهات اللي قدمت لكم إياها بآخر فترة. ماكو روتين، ماكو أي شي. اليوم حبيت أشارك وياكم طريقة هذه الكيكة اللي تجنن واللي طيبة واللي كلش حلوة. طبعًا حبيت أشاركها وياكم لأن طريقتها كلش عجبتني، والكيكة بالذات يعني عجبتني وعجبت عائلتي وجيراني تخبّلوا عليها، فقلت خلّي أشارك وياكم الطريقة حتى تسوونها وإن شاء الله يا رب تصير متل ما صارت عندي. هنا أول ما بدينا راح أبلش لكم بالمواد وطريقة العمل. متل ما شفتوا أول ما بلشت سويت القالب دهنته وبطنته بالطحين ومشغلة الفرن أنا قبل ما أشتغل وقبل ما أبدي بكل شي. هنا أنا جبت 4 بيضات خالة عليهم ظرفين من الفانيلا. هذي الباكيتات السر أظرف خليت عليها 2 وخليت نص الكوب الشكر مثل ما شفتوا راح أمزجه ويا البيض والفانيلا لحد ما يختفي عندي الشكر. بعدين راح أضيف النص الثاني مالة الشكر يعني يصير عندي كوب واحد من الشكر 4 بيضات ظرفين فانيلا. هذه المواد اللي خليناها حد الآن. هسه راح أبقى أمزج بيهم لحد ما يتضاعف الحجم ويتغير اللون ويصير بهذا الشكل وهذا القوام. مثل ما تشوفون حبيباتي صارت هيجي شكلها. طبعا البيض يتضاعف حجمه من تظلون تخفقون بيه ويا الشكر. هنا أنا راح أجيب خاشوقة وآخذ حليب باودر. راح أخلي تقريبا خاشوقتين من حليب الباودر. حليب الباودر ينطي طعم وينطي يعني هشاشة للكيك يسويها كلش حلوة. هنا أنا خليت خاشوقتين مثل ما شفتوا، خاشوقتين مو أكثر طبعا. هذه المقاس هذه الكيكة راح أسويها 2 يعني قالبين مو واحد، لأن هذه الكيكة راح تنفش وتصير إذا أسويها بقالب واحد راح تتكب كلتها بالفرن. هنا بعد ما خليت الحليب جبت خاشوقة من محسن هذا يصير جل مو باودر. خليتها مثل ما تشوفون يعني خاشوقة مو مليانة. وراح أخلي هنا مي مثلج مثل ما تشوفون يعني طلعت البطل من الثلاجة وراح أخلي هنا كوب إلا ربع من المي راح أخليه فوقه. أنا ما خليت هنا حليب لأن خليت حليب باودر فوق الخليط مالت الكيك فراح أضيف مي ما راح أضيف حليب. هنا أنا راح أضيف نص ربع كوب من الزيت. تريدون زيت تريدون زبدة تريدون دهن بكيفكم، بس أنا أفضل الزيت حتى يعطيها تصير الكيكة يعني خفيفة. ينطي خفة للكيك الزيت مو مثل الدهن العادي يسوي الكيكة تصير شوي يعني بيها سماكة يعني ما تصير خفيفة مثل الزيت. المهم راح أبقى أخلط بيها لحد ما يصير القوام مالتها ثخين وتصير يعني ضاعف الحجم مالتها. ومثل ما شفتوا ضاعف الحجم مالتها وصار قوامها كلش حلو كريمي. هنا بهذه الأثناء راح أوقف خلط وراح هسه أجيب كاسة ثانية. راح أخلي بيها كوب ونص من الطحين يعني بس كوب ونص طحين ما راح أستخدم أكثر. راح أخلي فوقه ظرف من البيكنج باودر، ظرف واحد من البيكنج باودر لأن أنا مستخدمة المحسن والمحسن هماتين يرفع لي الكيك فما أحتاج أكثر يعني البيكنج باودر. المهم هنا مثل ما تشوفون خليت الطحين كوب ونص من الطحين، ظرف واحد من البيكنج باودر وراح أخلي رشة الملح حتى تعادل وتوازن الطعم ويصير طعم الكيكة يعني يعني متوازن برشة الملح. هنا أنا خليت رشة الملح وراح أجيب خاشوقة وأخلط المواد الجافة كليتهم سوا. بعدين راح أضيفهم على الطحين شوية وأخلط بالخفاقة لحد ما يمتزج كل الطحين يعني ما راح أخليه حتى ما يصير عندي تكتلات بالعجين مالت الكيك. مثل ما تشوفون بالخاشوقة شوية يعني إذا أدير الطحين كليته راح يروح الهواء اللي دخلته بالخليط مالت الكيك فشوي بالخاشوقة وأخلط بالخفاقة لحد ما يصير عندي الخليط متماسك كليته والطحين كليته يختفي وما يوقع عندي تكتلات. هسه إن شاء الله راح أخلطها وتشوفونها. وطبعا هنا أنا الخليط اللي مالت الكيك يعني ضاعف الحجم مالته كلش صار هواية فبدلت الطاسة جبت طاسة كبيرة وخليت الخليط بيها. ومثل ما تشوفون هنا صار الخليط يجنن حسبالك كريمة صارت مثل ما تشوفون شكله وقوامه واللون صار أبيض ويخبل. ومثل ما قلت لكم أني كنت محضرة قالبين يعني دهنت قالبين من الكيك وخليتهم بطنتهم بالطحين وخليتهم جاهزين يمي. فهنا أنا راح أخلي هذا القسم من العجينة مالت الكيك بهذا القالب والقسم الثاني همتين راح أخليها بقالب ثاني هم دهون ومبطن بطحين. وأنا مشغلة الفرن مثل ما قلت لكم قبل لا أشتغل بالكيكة وقبل لا أسوي أي شيء على مود يعني يصير الفرن جاهز ومن تدخل الكيكة رأسا لازم تلقي حرارة حتى ما ترتفع وبعدين تهبط عدي.
هنا أنا مثل ما تشوفون دا أسوي بهذه السباتولا حتى يطلع الهواء اللي بيها، وشوية راح أطبطبها على الكاونتر حتى يطلع شكل هواء بيها على مود ما تصير عندي ثقوب بيها لمن تستوي وأطلعها. هنا أنا راح أدخلها للفرن، وراح أجيب القالب الثاني هماتين أدخله للفرن، وما راح أفتح الفرن عليهم لحد ما يستون يعني من جوا ومن فوق. هذا الفرن يختلف عن فرني اللي بذاك بيتي، هذاك الفرن مالتي لازم يعني أطفي الجوا وأشغل الفوق لحد ما تستوي وأطلعها، هذا هو يستوي الكيكة من فوق ومن جوا، فماكو داعي يعني أنا أشغل العين الفوق. لذلك راح أخليهم وأنتظرهم تقريبا ساعة أو ساعة إلا ربع يستوون وأطلعهن، وهذه بعد ما طلعتهن راح أشوفكم إياهن صارن بهذا الشكل. طبعا هاي شوية لزقت بالقالب لأن ما أعرف أنا هيك ما هزيت القالب من طلعتها، بس يعني هيك شوية راح من عندها بس عادي يعني. المهم دا تشوفون اللون شقد حلو والهشاشة تجنن صارت، طبعا ماكو هيج الريحة مالتها طيبة وتخبل. والكيكة الثانية هماتينه صارت تخبل، هذيك ما لزقت بالقالب لأن أنا قلت لكم دهنتهن القوالب، بس ما أعرف هاي ليش شوية لزقت من عندها مو كليتها مثل ما تشوفونها قدامكم. وارتفاعهن صار كليته يعني حلو ومستوى واحد، يعني لو خلتهن بقالب واحد أني كان قلت لكم صار أمطار غزيرة بالفرن مالت كيك. هنا أنا دا أقسم لكم بيها وشوفوا الهشاشة مالتها شلون هشة ولونها أبيض وتجنن، يعني من فوق صارت شقرة ومن الداخل صار لونها أبيض مثل القطن. وطعمها والله العظيم ما أحكي لكم عليه، يعني الطعم خيالي كلش كلش طيبة، تشبه طعم الكيك الشيرين العسل اللي نشتريه مغلف من السوق، فماكو هيجي طيبة. وجربوها يا ربي وإن شاء الله تنجح وياكم وتصير مثل ما صارت عندي. دا أشوفكم إياها شلون هسه من داخلها شلونها وهشاشة وتجنن، شوفوا واللون أبيض قطني فصايرة يعني تجنن. إن شاء الله يا رب تسوونها وإن شاء الله تنجح عندكم مثل ما نجحت عندي وتصير أحلى وأطيب بعد. طبعا من قد ما هشاشة يعني أحسها تريد تتفركت بإيدي من قد ما هشة وحلوة. المهم يا بنات إن شاء الله يا رب تجربونها وإن شاء الله تنجح مثل ما قلت لكم. جربوها مثل ما جربتها أنا، يعني سووها مثل ما سويتها أنا بالطريقة اللي سويتها، وطريقتها حلوة وبسرعة استوت وصار عندي قالبين كيك يخبل ويجنن. هذا القالب الأول مثل ما شفتوه هيك صار شكله، والقالب الثاني سويته بذاك القالب الجرانيت صار كلش حلو شكله شكل الوردة، هذا مثل ما تشوفونه. تقدرون هنا تخلون عليه صوص الشوكولاتة، تقدرون تخلون عليه يعني أي شي أي صوص يرهم يصير عليها، لأن شكلها حلوة ومرتبة وتخبل. وطعمها قلت لكم يعني طعمها يجنن، وشوفوا الهشاشة شلونها ما أحكي لكم عنها هي مبينة وياكم بالفيديو. ولهنا حبيباتي وصلت لختام الفيديو وياكم، إن شاء الله يا رب الفيديو عجبكم ونال رضاكم، وإذا حبيتوا ما تنسون تخلوا لي لايك وتشتركون بقناتي، وأحبكم هواية 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 وأترككم في أمان الله وحفظه، وأنتظركم فيديو جديد إن شاء الله، ومع ألف مليون سلامة.